الاجازه كلنا بنحب الاجازه، والحمد لله اخيرا الاجازه جت. ولكن كام مره جت الاجازه وقلت انا الاجازه ديت هعمل فيها كل حاجه انا كان نفسي اعملها؟ كام مره جت الاجازه وفضلت قاعد ولما كان فاضل خلاص يوم على الدراسه قلت هو انا اجازتي راحت فين؟ هو انا ليه ما عملتش فيها اي حاجه؟ فعشان كده انا جاي لك النهارده ب10 حاجات ممكن تعملهم في الاجازه عشان تستفاد بوقتك. ولا بص اقول لك 10 حاجات لازم تعملهم في الاجازه. فيلا بينا. اولا انا عارف ان طلاب الثانويه العامه لسه بيذاكروا، بالاضافه لطلاب الجامعه لسه بيمتحنوا، فبالتوفيق ليكم طبعا. ولما تاخدوا الاجازه او تخلصوا اللي انتوا فيه بالتوفيق طبعا ان شاء الله تاني، يبقى تعالوا شوفوا الفيديو دوت. اما بالنسبه لكل الناس اللي في اجازه نص السنه دلوقتي، معايا ليك حاجات تعرف ان انت تعملهم في الاسبوعين او الثلاثه الجايين قبل دخول الترم التاني. ويلا بينا نبدا باول حاجه معانا. اول حاجه معانا هي انك تتعلم هوايه جديده. الهوايات المفترض يعني ان هي تبقى حاجة ان هي تسليك وان هي تعوضك عن الوقت اللي انت بتبقى قاعد فيه زهقان. ولكن للأسف مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والعالم المشتت اللي احنا فيه، ما بقاش فيه كتير عنده هوايات كتير بيعملها، واللي عنده هوايات عنده عدد قليل ومش ملتزم بان هو يعملها. الهوايات مش المفروض انها تبقى حاجة صعبة، يعني مثلا لو انت حابب تتعلم هواية الرسم مثلا، فما تفضلش قاعد تحاول ترسم وانت مش عارف ترسم، بس انت مثلا غصب عنك عمال تحاول تخلي نفسك ترسم بالعافيه. لا، لو انت مش نافع في ديت هي مش عافيه، الهدف من الروايات التسليه. فانت لو مستمتع بالعمليه تمام، لو حاسس ان انت بتتعب نفسك على الفاضي، لا شوف هوايه تانية يمكن ان انت تنفع فيها، او ان هي مثلا تبقى هي بتاعتك، او هي دي الهوايه اللي هتنفعك فعلا. ف اتعلم هوايات، حاول جرب وشوف ايه هي الهوايه اللي انت هتحب تعملها. ويلا بينا نروح لتاني نصيحة معانا. تاني حاجة معانا وهي حاجة مش مشهورة قوي، وهي انك تروح ايفنتات. الايفنتات في الكام يوم دول بقت حاجة مشهورة جدا، وبقى في ايفنت كل يومين حرفيا في اماكن كتير جدا. يمكن يكون في ايفنت جنب بيتك وانت ما تعرفش. الايفنتات بيكون في منها اكتر من نوع، في ايفنتات تعليمية، في ايفنتات ترفيهية، في ايفنتات بتبقى قاعدة اليوم كله، في ايفنتات بتبقى نص يوم، في ايفنتات بتقعد اكتر من يوم، في ايفنتات بتبقى مجانيه بس كل اللي عليك تعمله تقدم او تشترك، في ايفنتات تانية بتبقى بتيكت، في ايفنتات تانية بتبقى مبالغ رمزيه بس بتذكره على الباب. اهم حاجه ان انت تحضر ايفنتات مهما كان نوعها مهما كان شكلها، لان هي باي حال من الاحوال مهما كان نوعها ومهما كانت مدتها، هي الايفنتات مفيده وطريقه مثاليه انك تستغل وقتك. فخد صحابك وروحوا قضوا وقت حلو ومفيد مع بعض. ويلا بينا نروح للنصيحه رقم 3. النصيحه اللي بعد كده هي انك تسمع بودكاست. سمع البودكاست هو حاجة يعني بقت صعبة، لأن ما بقاش في حد يقدر يقعد بالساعات قاعد لابس بيسمع بيسمع بيسمع، وهو ما بيتفاعلش أو ما بيتكلمش مع اللي بيسمع له، هو قاعد بس بيسمع الناس بيتحاوروا ومش قادر يخش في الحوار. ولكن لو قدرت إن أنت فعلا تتعود على إن أنت تسمع بودكاست، هتخرج بكمية فايدة رهيبة. وكده كده الهدف مش من البودكاست إن أنت تقعد تسمعه، يعني أنت مثلا ما تخصصش وقت لليوم أنا الوقت ده هسمع فيه بودكاست والساعتين دول بتوع البودكاست النهارده. لا، البودكاست معمول ان انت بس تشغله جنبك، وعقلك لوحده هيستوعب المعلومات اللي فيه، لان هي خفيفه وهو مش جاي هنا يدرسك، ده هو ناس بتتحاور مع بعض، موضوع بمضحك وبهزار وفي نفس الوقت تعليمي، هتخرج منها بفايده كبيره جدا. تسمع البودكاست وانت في المواصلات، وانت مثلا قاعد بتكتب حاجه او بتعمل حاجه ما فيهاش مثلا تركيز قوي، ممكن وانت قاعد بتاكل لو انت حابب، اي وقت بس انت بتعمل فيه اي حاجه مش محتاجه مجهود ذهني خصوصا المواصلات، يبقى حط البودكاست في ودنك وعيش حياتك. وصدقني هتخرج بتجربة هتعجبك جدا. ويلا بينا نروح للي بعد كده. والنصيحة الرابعة معانا هي الرياضة. الرياضة هي حاجة جميلة جدا، ولكن للأسف ناس كتير بتستصعبها لأنها مثلا صعب مثلا نادي بعيد، أو إن أنا مثلا الرياضة في أيام معينة وأيام تانية لأ. الرياضه مثلا بالنسبه له تقيله مش حاجه ممتعه قوي، فمثلا هو مش قادر يستوعب ازاي فعلا الرياضه ممكن تبقى حاجه ممتعه. ولكن انا ليه بنصحك بالرياضه؟ لان الرياضه بتفك عن الجسم، بتفرز هرمون الدوبامين والاكسيتوسين اللي ممكن يدوك يعني شعور مزاج جميل جدا لحد اخر اليوم. وفعلا هم بيلطفوا المزاج وبيحسنوا المود وكل الكلام دوت. ومش المقصود بالرياضه هنا ان انا بقول لك ان انت تروح تتدرب مثلا كوره ولا سباحه ولا ايا كان، لو دي حاجات موجوده بالفعل في
اسبوعك، فيعني ربنا يوفقك، ودي طبعا حاجه كويسه جدا. ولكن انا المقصود هنا بالرياضه ان انت تنزل جيم مثلا 3 مرات في الاسبوع، ان انت الاسترتشات الصباحيه ديت مفيش اسهل منها، في نفس الوقت جميله جدا، هتساعدك على ان انت تبني جسم كويس. يعني مثلا كل يوم الاسترتش البسيط دوت على مدار مثلا 100 يوم 200 يوم سنه، هتلاقي نفسك بقيت يعني عملوا فعلا اثر فيك. فالرياضه الصباحيه مهمه جدا، حتى ولو كانت اخفف حاجه، حتى ولو كانت في بيتك. يا عم لو نزلت اتمشيت بس قدام بيتك مشي بس، دي بالنسبه لي رياضه صباحيه، وبالنسبه لك فايده كبيره جدا. ويلا بينا نروح للنصيحة رقم 5. احنا لحد دلوقتي كل النصايح اللي قلناها هي نصايح معتمدة على مثلا ان انت تستفيد بوقتك، ان انت يبقى وقتك كله مش رايح مثلا في ان انت ما بتعملش اي حاجة، تبقى على طول مستفيد بكل لحظة في وقتك. ولكن الاجازة برضو معمولة ان انت تروح عن نفسك، ان انت كانت الدراسة كانت متعبة، كنت لسه خارج من امتحانات، هي كلها اجازة نص سنة وهترجع تاني للترم التاني، فانت حابب ان انت يعني تعمل حاجة تكون ممتعة، يعني تقضي وقت حلو تستمتع، مش لازم انت تشغل عقلك وهكذا. فانا هقول لك ان انت تستغل جزء كبير من الاجازة، والنصيحة الخامسة معانا تستغل جزء كبير من الاجازة في السفر او الخروج. لو عندك المقدرة انك تسافر سافر، وروح شوف واستكشف اماكن جديدة. صعب ان انت تسافر، اخرج في مكان عمرك ما خرجت فيه قبل كده مثلا مع اصحابك، او حتى اخرج في مكان مثلا ما رحتوش بقالك كتير. اهم حاجة تفسح وروح، واخرج بره دايرة البيت وكتمة البيت والقعدة بتاعت كل يوم في نفس المكان المقفول دوت. ويلا بينا نروح للنصيحة اللي بعد كده. والنصيحة السادسة معانا هي انك تتعلم لغة. اللغات بشكل مثبت علميا بتوسع من الدماغ. يعني مثلا لو انت كنت اخرك انك تحفظ كلام مكتوب في صفحة، فهتلاقي نفسك مع تعلم لغتين وثلاثة بقيت تقدر تحفظ كلام مكتوب في صفحتين وثلاثة. ولو انت اتعلمت لغات اكتر واكتر هتلاقي نفسك قادر تحفظ كم كبير. فلما تلاقي مثلا واحد يقول لك انا متعلم 23 لغه و40 لغه والكلام الغريب اللي بنسمعه دوت، الموضوع مش مفاجئ. هو اول لغه كانت صعبه، تاني لغه كانت ماشي صعبه، تالت لغه، رابع لغه، خلاص عقله خد بقى بيعرف يستوعب ويحفظ الكم الهائل دوت من الكلمات، ويعرف يحدد دي بتاعت انه لغه، ويركب ويتكلم بكل لغه لوحدها بسرعه وبسلاسه جدا. فهو بعد مثلا خامس سادس لغه هتلاقيه طار لحد ال20 بسلاسه جدا، وقدر ان هو يستوعب كل اللغات ببساطه جدا. بكمان يعني ازيدك من الشعر بيت ان اللغه العربيه من اسهل اللغات اللي انت تقدر ان انت لو هي لغتك الام ان انت تتعلم اي لغه تانية، لان حرفيا انت بتعرف تنطق كل الحروف، عكس مثلا لغات مثلا الهندي مثلا ما بيعرفوش يتكلموا انجليزي لان هي لغتهم صعبه مثلا بعيده قوي عن الانجليزي. لكن العربي متوسطن في النص، لا هو بعيد قوي عن لغه ولا قريب قوي من لغه، فبيبقى سهل عليك ان انت تتعلم كل حاجه حواليك. شوف لغه بتحبها وجرب وحط ايدك فيها، وهتلاقي نفسك رجلك هتاخدك وهتمشي وهتستمتع جدا، ويمكن في يوم من الايام تكون بتعرف تتكلمها. هتبدا الاول مثلا بحاجات ما بتعلمش قوي زي برامج زي دولينجو وهكذا، ولكن هدف من البرامج ديت انك تعرف اصلا انت حابب تتعلم لغه ايه، شفت انت حابب تتعلم ايه وفعلا استقريت على لغه معينه وخدت الاساسيات بتاعتها، ممكن تبتدي تاخد خطوه بقى ان انت تاخد كورس. ومن هنا انقلك على النقطه بعد كده، والنصيحه اللي بعد كده هي انك تاخد كورس في الاجازه. الكورس ده مش شرط يبقى كورس لغات، ممكن يبقى كورس تعليم حاجه معينه، حتى ولو كان كورس مثلا رسم او حاجه زي كده زي ما اتكلمنا عن هوايات. المهم ان انت تاخد كورس في اي حاجه وتخلصه، اهم نقطه في الكلام هنا ان انت تخلصه. خد كورس وخلصه واتعلم منه واستفاد منه، اكتب كل حاجه بتتعلمها، ما تفضلش تسمع كده وخلاص، لان الدماغ زي ما بيقولوا هي اداه ل يعني انتاج المعلومات، وان هي تحط المعلومات مش ان هي تخزن المعلومات. فانت جبت المعلومات والمعلومه خلاص اتولدت المعلومه هنا، تنقلها بقى على الورقه. فالكورس اداك المعلومه حطها على الورقه، ده هيساعدك ان انت تفضل فاكرها وتروح من الذاكره القصيره للذاكره البعيده. خد كورس. ولو مش هتعرف تاخد كورس، في حل ان انت تروح انترنشيب، وانترنشيب هي دوره تدريبيه يعني بالمجان، حاجه اشبه بالتطوع، بس انت مش بتطوع قوي، انت بس بتاخد دوره تدريبيه بس هي مجانيه، وبتنزل وبتروح فعلا دوره تدريبيه في اي مكان معين ان كان في بنك الطعام او هكذا. بالاضافه ان انت بتتعلم مهارات كتير جدا من السوفت سكيلز ومهارات التعامل ومهارات التواصل. فما تنساش ان انت تروح اي انترنشيب او تاخد اي كورس، لان ده هيساعدك تطور من مهاراتك جامد جدا. ويلا بينا نروح للنقطه الثامنه. وتامن حاجه معانا هي القراءه.
القراءة هي حاجة كتير من جيلنا بقى بيستصعبها في الفترة اللي فاتت، نظرا لان انت محدش بقى بيقدر يفضل قاعد على كتاب لفترة طويلة، خصوصا ان انت اصلا لسه خارج من الدراسة والامتحانات وزهقت من حاجة اسمها كتب خلاص. ولكن نوع الكتب اللي انا بكلمك عليه مختلف عن الكتب الدراسية. الكتب الدراسية مليانة بالمعلومات والحاجات اللي انت لازم تحفظها في اقصر وقت ممكن، ولا الا مش هتعرف تأدي حلو في الامتحان. ولكن الكتب هنا معاك وقتك براحتك، تقرا اللي تقراه في الوقت اللي تحبه، انت بتقرا بمزاجك، وده اللي بيخلي الحاجه ممتعه وسهله الفهم. كمان اقرا في النوع اللي انت بتحبه، مثلا بتحب علم نفس اقرا في علم النفس، بتحب تاريخ اقرا في التاريخ. ولو مش بتحب تقرا كتب اقرا روايات. وناس كتير فاكره ان الروايات هي حاجه ملهاش لازمه او تضييع وقت، ولكن الروايات حاجه مهمه جدا وليها فايده كبيره جدا، بتساعدك ان انت تطور مهارات اللغه عندك ايا كان في اللغه اللي انت بتقرا فيها. كمان بتساعد في تطوير حاجه كده جوه الدماغ اللي هي اسمها الفيجواليزيشن او التخيل. فالتخيل ده ان انت بتروح في عوالم كتير. كمان الروايات بيسموها ان انت يعني بتروح مكان انت مش موجود فيه، ففعلا بتساعدك ان انت حرفيا تسافر عبر الازمنه والاماكن وانت قاعد في بيتك. فالروايات مهمة جدا، حتى يعني انت لو مش عايز تقرا كتب يبقى انصحك بالروايات وبشدة. وفعلا الفرق بين الرواية والفيلم فرق كبير جدا. اي حد قرا رواية وشاف الفيلم بعد ما شاف الرواية يقدر يقتنع معايا بنسبة 100% ان الرواية افضل بكتير جدا من الفيلم. وعشان كده اقرا الرواية قبل ما تشوف الفيلم بتاعها ده لو ليها. وعموما القراءة افضل مليون مرة من ان انت مجرد تتفرج على الفيلم. وحتى فرجتك على الفيلم لا تغنيك عن ان انت تقرا الرواية، لان الرواية بتبقى مليانة حاجات اكتر والاستفادة والمتعة فيها اكبر. ولو انت اصلا مش عارف بقى انت بتحب نوع ايه، مثلا روايات ولا كتب ولا تاريخ ولا علم نفس ولا فلسفة ولا ادب ولا بتحب ايه بالظبط، فهنعمل فيديو قادم في المستقبل عن ان انت ازاي تعرف انت بتحب نوع قراءة ايه. ولكن انت نفسك ممكن تروح تدور وتشوف وتعرف انت بتحب ايه وتبدأ على طول من النهاردة تقرا فيه. ويلا بينا نروح للنصيحة التاسعة واللي قبل الأخيرة. الحاجة التاسعة معانا وهي حاجة مهمة جدا، يعني يمكن تكون من أهم الحاجات اللي معانا في القائمة ديت، وهي إنك تزور قرايبك. العالم بتاعنا بقى بيدعو يعني لأن أنت تبقى قاعد لوحدك، إن كل واحد ينشغل بالعالم بتاعته ويفضل قاعد في البابل بتاعته. وعشان كده زور قرايبك، روح شوف يعني مين من قرايبك موجود حواليك أو ساكن في مصر تقدر إن أنت تروح له، أو في بلد اللي أنت قاعد فيها لو أنت مش قاعد في مصر. وتبتدي ان انت بقى تروح تزور قرايبك، تزور ده وتزور ده وتزور ده، او على الاقل تكلمهم على التليفون. ولكن ده حل غير مستحب، يعني الافضل ان انت تروح تزور قرايبك بنفسك، لان اثناء فتره الدراسه والامتحانات انت مش هتعرف تشوف اي حد تقريبا نظرا لانشغالك. فزور قرايبك. ده غير ان هي صلة الارحام ليها اجر كبير جدا، فانت هتبقى بتزورهم عشان انت مش هتعرف تزورهم غير في الاجازة، بتقضي معاهم وقت حلو، ما بتخرج بره قعدة البيت وبتاخد حسنات على صلة الرحم. فيعني في اكتر من كده. فزور قرايبك في الاجازة. ويلا بينا نروح للنصيحة العاشرة والاخيرة. واخر نصيحة معانا اللي بيطلقوا عليها عادة العظماء. وعادة العظماء ببساطة جدا هو تعبير بيتقال على عادة التدوين والتخطيط اليوميات. لو انت كل يوم حرفيا بتصحى تدون يومك، تدون كده مثلا اليوم السابق بتاعك وتخطط لليوم بتاعك القادم، انت حرفيا بتعمل عادة بيسموها بتاعت العظماء فقط. فيعني لو انت شايف نفسك حد عظيم اعمل العادة ديت. وفعلا هي عادة يعني بإمكانها إنها تغيرك 180 درجة، لأن هي بتساعدك إن أنت تشوف بعينك الفرق ما بين النهاردة وإمبارح عن طريق خط إيدك وقلمك وأسلوبك. بتساعدك إن أنت تنظم أفكارك، أنت بتخطط ليومك فاليوم ما بيسرحش منك وتيجي تقول إيه ده، هو الساعات دي كلها عدت وأنا ما عملتش حاجة ليه. التدوين وتخطيط اليوميات عادة لو انت اكتسبتها ان انت تفضل منتصم عليها كل يوم، هتطور من مهاراتك وهتحسن منك جامد جدا. وان انت بتبقى مشغول في الدراسة فبيبقى صعب ان انت تبني عادة جديدة، فوقتك في الاجازة تبني العادة ديت. لو فعلا قدرت ان انت تبنيها في الاجازة لعلها تستمر معاك في الدراسة، وممكن ان هي تساعدك فعلا انك انت تخطط ليومك وتتفوق في دراستك. فعادة التدوين لا غنى عنها، وتخطيط يومك حاجة مهمة جدا. فابنيهم في الاجازة عشان يفيدوك بعدين في الدراسة وفي مستقبلك وفي اجازتك الجاية وكل حاجة.
اتمنى تكون استفدت من الفيديو دوت. دول كانوا اهم 10 حاجات تعملهم في الاجازه، وطبعا انا مش بقول لك ابدا اعملهم لو انت يعني لسه واخد الاجازه النهارده، بس احنا منزلين الفيديو ده في نص الاجازه. ولكن انا بقول لك ان انت، او انت مثلا لو بتشوف الفيديو ده في اي يوم مستقبلي يعني، ولا مثلا في بدايه اجازه جايه في اي وقت تاني او اي حاجه، فيبقى اعرف ان مش لازم تبدا الكلام ده من اول يوم، او انا بقول لكش ان انت لازم تعمل الكلام ده من اول يوم. بقول لك ريح، خد راحتك. الاجازه اصلا معموله ان انت تريح من تعب والدراسه ومن كل الجهد اللي انت كنت فيه في الامتحانات والمذاكره في الدراسه. ولكن ده مش معناها ان انت هتهمل الاجازه كلها في الراحه. فلازم ان انت تستغل وقتك وتطور من مهاراتك، في نفس الوقت تريح، وان انت تقضي وقت جميل عشان تخرج من الاجازه مستمتع ومستفيد. وده كان برضو يعني الملخص لهذا الفيديو، ان انت ازاي تعرف تعمل الكلام دوت. فما تنساش ان انت تعمل لايك وسبسكرايب، تفولو على جميع منصات التواصل الاجتماعي عشان ما يفوتكش اي جديد، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل حاجه اول باول. عاوزين نوصل 1000 مشترك في اسرع وقت قبل قدوم نص السنه، فانا عارف ان انتوا قدها وهتقدروا ان انتوا تخلونا نوصل لنص السنه اكتر كمان من 1000 مشترك. فانا عارف ان انتوا قدها. احنا حوالي 300 وشويه دلوقتي، فكمل، وواحده منك على واحده من غيرك نقدر ان احنا كلنا نكبر مع بعض. كل دوت دعم منك ليا علشان خاطر اعرف اقدم لك المحتوى دوت بطريقه افضل وتطوير افضل وافضل مستمر عليه. ما تنساش تاني ان انت تعمل لايك وسبسكرايب، وهقول لك وبس كده للنهارده، وشكرا وسلام.